محتاجة تركزي معايا. انتي ركزي بقى. لو انتي من البنات اللي حاطة اهداف وعايزة تسعى لأهدافها وعندها طموحات يعني خرمت السقف زي حالاتي كده بالظبط، فانتي اكيد من الاشخاص برضو اللي لما بيحصل لهم اي تعب جسدي او نفسي، وحتى نقول يا ستي هرموناتك بتتلخبط وبتتقلب، فانتي ايه بقى؟ بتقعدي تأنبي نفسك على الوقت الضايع في سبيل راحتك. انا من البنات دي. انا جايلك بقى من هناك وبقولك خفي على نفسك، خفي على نفسك، عشان انتي ملكيش قطع غيار، وانا كمان. وخفي على نفسك عشان انتي مش جاية تغيري العالم، انتي بس بتحاولي كمان، يعني بتحاولي تغيري حياتك، وهتنجحي ان شاء الله، وانا هنجح باذن الله، وهنتقابل هناك ما تقلقيش. بس انا بقى جايلك من هناك وبقولك خفي على نفسك. انا بجورنال، اوكي؟ فاي حاجة بكتبها في النوتس بتاعتي، وخاصة في البلان بتاعت اليوم، وما بعملهاش بحس باختناق، لان انا بحب جدا التزم بكلمتي، بحب جدا وبحب اعلم نفسي ان انا التزم بكلمتي. فلو انتي من البنات اللي زيي، فانا بقولك خفي على نفسك، الدنيا مش مستاهله، وطبيعي ان انتي يجيلك ايام تبقي تعبانه فيها، فتبقي محتاجه انك تفوقي. ارخي ايدك، انتي محتاجه ده. وعايزه اقولك بقى الجديد بقى، ارخي ايدك من اي حاجه، علاقه انتي حاسه انه ما بتضيفلكيش حاجه. ارخي ايدك من شغلك، عادي خدي اجازه، حتى لو انتي في الشغل ما تحمليش على نفسك. ارخي ايدك من حلمك، فوقي، خدي نفسك، وبعد كده رجعي تاني. حاجه مهمه، ركزي قوي معايا في النقطه دي. انا هنا مش بقول ان انا فاقده الشغف، عشان انا فاقده الشغف فخلاص مش هشتغل، فخلاص مش هصور، فخلاص مش هكتب، فخلاص مش هروح شغلي، فخلاص مش هعمل حاجه وهفضل نايمه في السرير. لا، فوقي. انا ممكن اشتغل وانا فاقده الشغف ومقاطعه الناس وقشطه، كله لاهدافي، انا طريقي واحد. فلو انا فاقده حتى الشغف هشتغل. انا هنا ما بتكلمش على فقدان شغف، انا بتكلم على ان انتي في حاجه وجعاكي، في حاجه تعباكي، هرموناتك قلبة عليكي، نعديها بسلام وما تقعديش تأنبي نفسك. اوكي اتفقنا؟ ما تأنبيش نفسك.